ذكر أن فيه رجل تاجر وكان زاهد وكان عابد وكان معه شركاء يتجر بماله وبمال غيره. فكان خارج مرة من المرات في رحلة عمل رايح لتجارته، قابله قاطع طريق. أول ما واجهه قال له: ما معك؟ فإني قاتلك. فقال له: ما تريد إلا دمي؟ شأنك والمال. أعطاه المال اللي عنده كله. قال: المال لا، ما أريد إلا دمك. فقال له: إن أبيت فذرني أصلي 4 ركعات. فقال له قاطع الطريق ذا: صل ما بدا لك، صل 4 صل 8، ذابحك. توضأ وصلى 4 ركعات. وفي ال4 ركعات هذه في آخر سجدة قبل ما يسلم وهو ساجد دعا الله وقال: يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. فرفع رأسه من السجود يبغى يسلم، إلا في فارس مقبل على فرس، فهجم عليه الفارس وطعنه بالرمح هذه فقتله. وراح عند التاجر ومسكه وقال له: قم. فقال له التاجر: من أنت؟ بأبي أنت وأمي يوم أغاثني الله بك. فقال له: إني ملك من أهل السماء الرابعة، لما دعوت سمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت الله ثانيا فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت ثالثا فقيل دعاء مكروب، فسألت الله أن يوليني قتله فقتلت.